ونيجي هنا للمبدأ الخامس ألا وهو الmarketing funnel. The marketing funnel اللي هو بمنتهى البساطة إن الناس مش هتشتري منّك من أول مرّة يشوفوك فيها، هو لازم الأول بيعدّي على مراحل أو مجموعة من المراحل من أول لمّا بيشوفك لأول مرّة أو بيسمع عنّك لأول مرّة أو عن منتجك لأول مرّة، لغاية أمّا يبقى عميل loyal ليك وعنده ولاء شديد ناحية الbrand بتاعك. فالناس عادةً يعني أنت مثلًا ممكن تكون بتبيع منتج فلنفترض إن هو أنت store ألعاب أطفال، فلو في أم مثلًا هي نِفْسها تجيب لطفلها لعبة أو كده، لمّا هتشوفك لأول مرّة صعب إن هي تشتري منّك بشكل مباشر، لأ هي بس ممكن تتجاهلك في البداية، بس عرفت إن أنت موجود، وبعد كده لمّا تعوز المنتج أو الخدمة هترجع تبدأ تدوّر عليك، هتبدأ تفكّر، تقارن بينك وبين بعض المنافسين اللي حواليك، تفكّر في المنتج اللي ليه والّا لأ وهكذا، دي مرحلة الconsideration وهي المرحلة اللي العميل بيفكّر فيها في الموضوع، بعدها بتيجي مرحلة الconversion وهي بعد أمّا العميل بيقتنع بيقرر بالفعل إن هو يشتري منّك منتجك أو خدمتك ويبدأ معاك العملية، ولو كانت تجربة الشرا جميلة وبالنسبة له هو كان راضي عنها، ساعتها هيبدأ ينتقل لمرحلة إن هو يكون loyal customer إن هو يكون عندك أو بيشتري منّك بشكل مستمر، وبعدها كمان إن هو حتى يبدأ يرشّحك لعُملا تانيين. طبعًا زي ما أنت عارف أو زي ما أنت متخيّل هو اسمه marketing funnel أو قُمع تسويقي، لإن الناس فوق مرحلة الawareness بتبقى كتير جدًا، في ناس كتير بتسمع عنّك، بس مش كتير منهم هيبدأ يفكّر فيك، وبنسبة أقل بيبدأوا إن هم يشتروا منّك، وبنسبة أقل بتكون الناس الloyal ليك، ولكن أنت لازم تكون فاهم الشكل ده عشان تعرف إن أنت تشتغل عليه. وإن كان مؤخرًا في نظرية تسويقية طلعت اسمها the messy middle وهي بتتكلم على إن الناس ما عادتش بالضرورة بتمشي بالشكل ده في الfunnel ولكن هم بيتحركوا بشكل أساسي ما بين مرحلتين، ألا وهي مرحلة البحث ومرحلة المقارنة لغاية أمّا ياخد قرار الشرا، ألا وهو إن هو بيجمّع معلومات وبعدين يبدأ يقارنك أنت مثلًا بمنافسينك وبالoptions التانية، وبعدين يرجع يجمّع معلومات تانية، وهكذا بيفضل يتحرك بين المرحلتين دول لغاية أمّا يحس إن هو خلاص أصبح قادر إن هو ياخد القرار ويشتري المنتج بتاعك بالفعل في الآخر.